في يوم من الأيام تركت الزوجة الهاتف مفتوحا دون أن تنتبه، ولم تغلق الخط بعد انتهاء المكالمة. ومن هنا بدأت الحكاية التي لم يتوقعها أحد. قال الزوج عبر الهاتف: ألو، نعم، أنا في الطريق إلى البيت، هل تريدين أن أحضر شيئا وأنا عائد؟ فأجابته الزوجة: لا، شكرا، لقد اشتريت كل ما أحتاجه في الصباح. فقال الزوج: حسنا، أنا على وشك الوصول، جهزي الغداء لأنني أشعر بجوع شديد. قالت الزوجة: حاضر. ثم تركت الهاتف ولم تغلق الخط. وقبل أن يغلق الزوج الهاتف من جانبه، سمع صوت ابنه آدم يتحدث مع أمه. قال آدم: يا أمي، هل لم يسأل والدي عني؟ قالت الأم: بالطبع يا حبيبي، إنه يحبك كثيرا. فقال آدم: لكنني أعلم أنه لم يسأل عني. إذا كان يحبني فعلا، فلماذا لم يعلمني لعبة الشطرنج كما طلبت منه من قبل؟ في هذه اللحظة كان الأب ما يزال ممسكا بالهاتف على أذنه. أوقف سيارته على جانب الطريق وبدأ يصغي إلى الحوار باهتمام. أكمل آدم حديثه وقال: أتذكرين يا أم العام الماضي حين بدأت العطلة الصيفية؟ لقد أخذت لعبة الشطرنج التي جاءتني هدية في حفلة نجاحي، وذهبت بها إلى والدي لأتعلم منه. علمني حركتين فقط. ثم جاءه اتصال هاتفي فارتدى ملابسه وغادر. وعندما عاد كان قد نسي الأمر تماما. ثم تابع قائلا: أتدرين من علمني الشطرنج في النهاية؟ والد صديقي هاني. فقد رآني لح على هاني أن يعلمني، فقال لي: تعال يا بني، وسأعلمك بنفسي. هنا قالت الأم لابنها: اخفض صوتك قليلا، فربما يكون والدك قد وصل. لكن الأب ظل يسمع كل كلمة. عاد آدم ليقول: أتعرفين يا أمي، عندما أزور صديقي هاني ويعود والده من عمله، يترك هاني اللعب معي ويقول: عذرا يا صديقي، سأعود بعد دقيقة. ثم يذهب ليرحب بوالده. وأسمع صوت والده وهو يقول: أين حضن هاني؟ فيسرع هاني نحوه ويحتضنه. ثم يعود إلي لنكمل اللعب، بينما هو ما يزال بين ذراعي أبيه. تأثر الأب تأثرا شديدا وهو جالس في سيارته يسمع هذا الحديث. عندها احتضنت الأم طفلها وقالت له: يا بني، الست أنا من يحتضنك كل يوم عندما تعود من المدرسة؟ فقال آدم: نعم يا أمي، لكنني جائع إلى حضن والدي. حينها جرت دموع الأب رغما عنه، وهو لا يزال داخل سيارته. قالت الأم: والدك يعود من عمله متعبا. فأجابها آدم: أعلم أنه متعب ويحمل الكثير من الهموم ويكمل عمله داخل البيت أيضا، لكن هذا هو الجواب المعتاد. ثم قال الطفل: سأخذ هاتفك وألعب به حتى يأتي أبي. عند هذه اللحظة أغلق الأب الهاتف بسرعة حتى لا يلاحظ ابنه ما حدث. جلس الأب يفكر فيما سمع، وأخذت كلماته تتردد في أذنه وكأنها شريط سينمائي. ومع كل جملة كان يشعر أن قلبه يهتز. وسأل نفسه: كيف مرت 6 سنوات من عمر ابني دون أن أحتضنه كما يجب؟ أدرك حينها أن من يحتاج الحضن فعلا هو نفسه، لا ابنه فقط. توقف عند متجر واشترى لعبة شطرنج جديدة ووضعها في حقيبة هدية. ثم أسرع عائدا إلى بيته. عندما وصل ترك أوراق عمله في السيارة، ولم يحمل معه إلا حقيبة الشطرنج. ووقف أمام باب شقته. بدلا من أن يفتح الباب بمفتاحه، ضغط على الجرس، لأنه يعلم أن ابنه آدم هو من سيفتح له. فتح آدم الباب فوجد والده واقفا يحمل هدية، ويرتسم على وجهه ابتسامة لم يرها من قبل. نادته الأم من الداخل: من على الباب يا آدم؟ فقال الطفل بفخر: إنه أبي. ظل آدم ينظر إلى الهدية في يد أبيه، لكنه قال في سر: لا بد أنها أوراق عمله. دخل الأب وأغلق آدم الباب متجها إلى غرفته. لكن الأب ناداه بصوت مختلف: حضن آدم أين هو؟ توقف الطفل فجأة ونظر خلفه ليتأكد أنه سمع صحيحا. قال:
ماذا تقول يا أبي؟ أجابه الأب: أقول لك، حضن آدم أين هو؟ ركض الطفل نحو أبيه وهو يصرخ فرحا: هذا هو حضن آدم. ألقى الأب الهدية جانبا، واحتضن ابنه بكل قوة، وظل يقبله وكأنه يراه لأول مرة. خرجت الأم من المطبخ، وقالت: الغداء سيكون جاهزا بعد لحظة. لكنها توقفت في مكانها عندما رأت زوجها يحمل ابنه وكأنهما في عالم آخر. جلس الأب على الأريكة وهو ما يزال يحتضن آدم، وأشار لزوجته أنه لا يريد الطعام الآن. مر الوقت، ونام آدم بين ذراعي أبيه، وبعد قليل غلب النوم الأب أيضا. كانت تلك اللحظة بداية حياة جديدة للأسرة. لقد فهم الأب أن ابنه لم يكن وحده جائعا إلى حضنه، بل هو الآخر كان في أمس الحاجة إلى هذا الحضن.